موسى، لقاء مهم مع معد هذه البطولة. أنا استعل زوم هنا. موسى، أول شيء أنت تلعب اليوم على ثاني يوم في البطولة، الآن هذه 5 مباراة في البطولة، كيف سايرة معك البطولة؟ والله البطولة الحمد لله الفرق متفاهمين معنا ومتساعدين معنا، خصوصا في التحكيم بما اني حكم، وانا اشكرهم صراحة على هذا الشيء. وان شاء الله من الجولة الجاية واللي بعدها ان شاء الله في اشياء احسن ان شاء الله، وندعو الجمهور للحضور اكثر من كذا، مع ان الحضور والله ممتاز، ونسأل الله التوفيق لنا في هذه البطولة إن شاء الله. طيب احنا قاعدين نشوف أكثر من جنسية، يعني أنا صار لي في البلد هنا أكثر من 5 سنوات، نعم. قاعد أشوف أكثر من جنسية مشاركة في هذه البطولة، إيش سببها؟ أو هل هي يعني من باب المشاركة أو نقص فرق أو شنو؟ نعم، هي البطولة خاصة للنادي السعودي، لطلاب النادي السعودي، لكن احنا نفتح المجال لاخواننا وشقائنا العرب، لكن مش على حساب الطلاب السعوديين، فالأولوية للطلاب السعوديين، فإذا بقي مجال فاخواننا العرب سواء الكويتيين أو المصريين المشاركين هنا، أو حتى بعض الأجانب اللي مسموح فيهم أنهم يلعبون، فمصرح لهم أنهم يلعبون وهم على الرحب والسعة، والنادي السعودي على ما أتوقع مثل توجيهات خادم الحرمين الشريفين للجميع يعني. شكرا لك أستاذ، حياك الله، من مزيد التوفيق. شكرا لك.